لو حاولت تبطل تدخين قبل كده وفشلت، في الغالب انت بدأت غلط. الموضوع مش موضوع إرادة ولا موضوع ضعف، لأن الإرادة هي اللي بتبدأ بيها لكن مش بتكمل بيها. زي واحد بيزق عربية، الإرادة هي اللي بتحركها من مكانها، لكن اللي بيخليها تمشي فعلا هي الإرادة مع الفهم مع الوعي. كل مرة حاولت تبطل كنت مركز على إنك تمنع السيجارة، لكن عمرك ما ركزت إنك ليه بتمسكها أصلا. التدخين مش عادة واحدة، هو 3 حاجات فوق بعض. عادة في إيدك، إحساس في دماغك، تكرار في يومك. عادة في إيدك، بعد الأكل إيدك تمسك السيجارة تلقائيا. إحساس في دماغك، بتمر بملل أو زهق، بتمر بضغط في الشغل فتطلع سيجارة عشان تهدى. والتدخين برضو تكرار في يومك، أول ما تصحى من النوم، قبل ما تنام، في آخر اليوم. ولو حاولت تبطل حاجة واحدة الباقي هيرجعك تاني. لو عايز تكمل بجد ابدأ افهم نفسك، امتى بتدخن وليه، وايه الإحساس اللي بتدور عليه. صدقني انت مش محتاج للسيجارة، انت محتاج للإحساس بتاعك. في الفيديو الجاي هقول لك تعمل ايه بدل السيجارة، خطوة بخطوة.